السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وبركة. في هذا الفيديو أيها الأعزاء أردت أن أشرح لكم طريقة تحديد اتجاه القبلة بشكل صحيح ودقيق 100%. إذا كنت في سفر أو في مكان لا تعرف اتجاه القبلة فيه، أو أيضا للتأكد من اتجاه القبلة في أي مبنى أو أي مسجد كان، اذهب إلى خرائط جوجل واختر من أيقونة البحث الحرم المكي. انزل باتجاه الكعبة المشرفة، وضع دبوس في أي مكان في الكعبة المشرفة بإصبعك، وانزل أيقونة تحت واختر قياس المسافة. يظهر لك الخط الأزرق الخاص بقياس المسافات في خرائط جوجل. اسحب إلى أي مكان تريد تحديد اتجاه القبلة فيه، وليكن مثلا المكان الذي أنت فيه. بمجرد ضغطك على أيقونة الGPS في الشاشة يوصلك إلى مكانك الذي أنت فيه. مثلا أنا في هذا المكان بالضبط، واتجاه القبلة هو اتجاه الخط الأزرق. بهذا تتأكد أن اتجاه القبلة في المكان الذي أنت فيه باتجاه الخط الأزرق. ولنذهب مثلا إلى أي مكان آخر، وليكن مثلا هذا المسجد القريب منا. تجد أنه تطابق الخط الأزرق مع جدار المسجد، وهذا يعني أن اتجاه المسجد صحيح ودقيق 100%. لنذهب مثلا إلى أي مكان آخر، وليكن مثلا في اليمن، وبالتحديد في صنعاء. اذهب مثلا إلى هذا المسجد. في هذا المسجد تجد أنه تطابق الخط الأزرق مع اتجاه القبلة، لذلك اتجاه القبلة في هذا المسجد صحيح 100%. ولنذهب مثلا إلى مسجد آخر في صنعاء. هذا المسجد يا أهل صنعاء مسجد عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. تجد أن اتجاه القبلة باتجاه اليسار، وأن المسجد متجه لليمين، يعني لا يوجد تطابق بين جدار المسجد والخط الأزرق. لذلك القبلة في هذا المسجد متجهة بشكل كبير إلى اليمين. لنذهب مثلا إلى مسجد آخر في صنعاء، وليكن مثلا هذا المسجد، مسجد الخير سعوان. تجد أن المسجد صحيح 100%، وأنه تطابق الخط الأزرق مع جدار المسجد. أتمنى أن أكون قد وفقت في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.